عبد الجليل يكشف نقطة ضعف الأفيال وخطة مثالية لمنتخب مصر أمام كوتيفوار. أشعل محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق الأجواء قبل موقعة مصر وكوتيفوار، بعدما أكد أن دفاع منتخب الأفيال يعاني من ضعف واضح يمكن استغلاله حال حسن الجهاز الفني قراءة المباراة بالشكل الصحيح. وأكد عبد الجليل خلال تصريحاته في برنامج نمبر 1 مع الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC أن منتخب مصر يمتلك الأدوات القادرة على ضرب دفاع كوتيفوار، خاصة في ظل تراجع التنظيم الدفاعي للخصم خلال المباريات الأخيرة. وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن المدير الفني حسام حسن مطالب بالاعتماد على مروان عطية ومحمد شحاتة في وسط الملعب من أجل تحقيق التوازن، خصوصاً مع اتجاه العميد لإشراك حمدي فتحي ضمن الخط الدفاعي لتعزيز الصلابة الخلفية. وأوضح عبد الجليل أن طريقة اللعب 5-2-3 هي الأنسب لمنتخب مصر في هذه المواجهة المصارية، لما توفره من تأمين دفاعي قوي مع القدرة على التحول السريع للهجوم واستغلال المساحات خلف دفاع الأفيال. وفيما يخص الأسماء، أكد أن إمام عاشور لم يصل بعد إلى الجاهزية الكاملة، ويفضل الاحتفاظ به كورقة رابحة في الشوط الثاني، بينما سيكون أحمد سيد زيزو خياراً مثالياً في حال احتاج المنتخب لزيادة الفاعلية الهجومية وصناعة الفارق. وتوقع عبد الجليل أن يعتمد حسام حسن في الخط الأمامي على ثلاثي الرعب: محمد صلاح، محمود حسن مرموش، إبراهيم عادل، لما يمتلكه الثلاثي من سرعة وحسم وقدرة على إنهاء الهجمات. واختتم نجم الكرة المصرية تصريحاته بتشبيه هدف محمد صلاح في شباك بنين بهدف تاريخي للأسطورة حسن شحاتة مع الزمالك أمام المصري، مؤكداً أن هدف قائد الفراعنة يعكس موهبة استثنائية وحساً تهديفياً عالياً في اللحظات الحاسمة. ومع اقتراب صافرة البداية، تتجه الأنظار إلى حسام حسن وخياراته الفنية في مباراة لا تقبل القسمة على 2، حيث يحلم المصريون بتخطي الأفيال ومواصلة المشوار نحو اللقب الإفريقي.